مرحبا بكم في قناة سودافوت. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. تعاقد نادي الهلال السوداني مع المدرب الروماني لورنتيو ريجي كامب لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الكونغولي فلوران إيبينجي. وستكون تجربة ريجي كامب مع بطل السودان هي الثانية له في القارة الإفريقية بعد تجربة غير ناجحة لفترة قصيرة مع نادي الترجي التونسي. بدأت مسيرة ريجي كامب التدريبية بعد اعتزاله كلاعب عام 2009، حيث لعب لعدة أندية آخرها كايزر سلاوترن الألماني. وانطلقت المسيرة التدريبية مع فريق أولمبيكس ناجوف الروماني موسم 2009-2010، وحقق خلالها نتائج طيبة ساعدت في لمعان اسمه مبكراً في بلاده. تنقل بعدها ريجي كامب لقيادة عدة أندية رومانية صغيرة قبل خوض تجربته الأبرز محلياً بقيادة فريق ستيوا بوخارست العريق في الفترة بين 2012 إلى 2014، حيث قاده إلى لقب الدوري المحلي في موسمين على التوالي. وذاع صيت ريجي كامب بعد إعادة بريق بوخارست ليخوض المدرب الروماني تجربته الأولى ليس فقط خارج حدود بلاده ولكن خارج أوروبا بالكامل، بتولي قيادة الهلال السعودي منذ مايو 2014 وحتى فبراير 2015. ولم تكن تجربته مع الزعيم السعودي ناجحة، إذ خرج خالي الوفاض رغم قيادته الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2014. وانتقل ريجي كامب بعد ذلك لخوض تجربة في الدوري البلغاري، ثم عاد إلى بوخارست الروماني قبل أن يخوض تجربة ثانية في الخليج مع فريق الوحدة الإماراتي في 2017. وقاد المدرب الروماني الوحدة لتحقيق كأس الرابطة ولقب كأس السوبر الإماراتي مرتين، ثم خاض تجربة أقل بريقاً مع نادي الوصل الإماراتي، ثم تولى تدريب الأهلي السعودي لحوالي 4 أشهر قبل أن تقع إقالته في يونيو 2021، وتولى بعدها تدريب فريق الطائي السعودي دون نجاح يذكر. أما آخر تجربه فكانت مع الترجي التونسي في أول تنقل للمدرب الروماني في القارة السمراء، حيث تم تعيينه في نوفمبر 2024 قبل أن يقع الانفصال بين الطرفين في مارس 2025. توصل الهلال لاتفاق مبكر قبل حوالي شهرين مع الروماني ريجي كامب الذي حضر إلى العاصمة المصرية القاهرة والتقى رئيس النادي هشام السباط، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل. لكن الهلال بعدها تريث قليلاً بحثاً عن خيارات أخرى قبل أن يعود ويمضي في اتجاه التعاقد مع المدرب الروماني. ووقع المدرب ريجي كامب على عقد يمتد ل2 مع الهلال يتقاضى خلاله أكثر من $1 مليون، بواقع $500,000 عن الموسم الواحد. وسيحضر ريجي كامب طاقماً فنياً كاملاً لمعاونته في تدريب الهلال، على أن يحتفظ المدرب الوطني خالد بخيت بموقعه كمدرب عام في الإطار الفني للفريق. وتنتظر المدرب الجديد للهلال رهانات صعبة، حيث سيبدأ الفريق خلال أيام تحضيراته للموسم الجديد، كما سيشارك في بطولة سيكافا للأندية قبل انطلاقة الدوري السوداني والبطولات الإفريقية منتصف سبتمبر المقبل.